العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. ما الدليل على ذلك؟ والدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على حديث قدسي رواه البخاري. كيف نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله؟ ما الدليل على ذلك؟ والدليل قوله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. رواه مسلم. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. ما الدليل على ذلك؟ والدليل قوله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد. الحديث متفق عليه. كم أقسام التوحيد؟ أقسامه ثلاثة، وما هي؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، ودخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاهد في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيرهما. ما الدليل على ذلك؟ والدليل قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض. متفق عليه. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد